بقالنا يومين مفيش حاجة على التايم لاين أو السوشيال ميديا غير قضية إبستون. الفضايح والصور والفيديوهات مالية السوشيال ميديا، وكلام عن ال3.5 مليون وثيقة اللي أفرجت عنهم ال FBI، إيميلات وصور لمشاهير وفنانين وسياسيين ورجال أعمال، وكلهم مربوطين باسم واحد بس. النهاردة هنتكلم عن جيفري إبستون. لو أول مرة تشوفني اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة. أنا محمد فرج وده كلير فيو. اتولد جيفري إبستون سنة 1953 في الولايات المتحدة الأمريكية لعيلة يهودية بسيطة وعادية خالص. ما كانش فيهم أي حاجة مميزة، ما كانوش أغنياء، ما كانش في عندهم أي حاجة. في بداية حياته اشتغل إبستون كمدرس رياضيات، ولكنه كان شغال في مدرسة فيها أولاد أغنى العائلات الأمريكية، ومن خلال شغله في المدرسة قدر يتعرف على بعض من العائلات أو أهالي الطلبة اللي عنده في المدرسة. ولكن هو ما فضلش في المدرسة دي كتير، اتفصل بعد سنتين. في ناس بتقول إن هو اتفصل، وفي ناس بتقول ان هو ساب الشغل بمزاجه. في مصادر كده وفي مصادر كده، ولكن في النهاية هو ساب شغلة التدريس، وبعد ما ساب التدريس بدأ يتجه للتجارة والأعمال، وفجأة بقى غني بدون أي مصدر واضح للفلوس دي. والغريب إن محدش كان بيسأل الراجل ده جاب فلوسه منين. في البداية خالص جيفري إبستون اشترى جزيرة في الكاريبي وقصر في نيويورك وقصر في فلوريدا، وبعدها بدأ في تجارته القذرة. بدأ يستغل البنات القاصرات، يقول لها أنا عندي شغل ليكي موديلينج، لا تعالي احنا هنشتغل في المساج، حاجات من اللي الناس عارفاها دي. وبعد كده مقابلة الشغل بتتحول لاعتداء جنسي مصور، وبيبدأ يبتزهم جيفري إبستون علشان يجندوا له بنات تاني زيهم بالظبط. جيفري إبستون في الوقت ده كان عنده شركة لإدارة الأموال والأصول، وعلى أساس الشركة دي كان عنده علاقات كتير جدا برجال أعمال وسياسيين ومشاهير وناس كبيرة وممثلين، يعني تقدر تقول أتقل الناس اللي موجودين في العالم. ومفيش مشكلة يعني السياسي أو المشهور أو الممثل اللي أنا بدير له الأصول بتاعته وفلوسه يكون عنده رغبات منحرفة شوية، بس إيه المشكلة يعني لو أنا عملتها له؟ نفسك في إيه؟ بنات قاصرات؟ موجود. حفلات؟ موجود. شرب وسهر؟ كله موجود. لدرجة ان في ناس بقت بتقول ان هو بيعمل حفلات يومية سواء في الجزيرة او في القصور اللي موجودة بتاعته. كان بيسهل وصولهم للجزيرة او للقصور من خلال شبكة طيارات خاصة موجودة كلها تحت امر المشاهير والسياسيين. وكانت الناس بتروح الحفلة ترقص تشرب وتتبسط، وبعد كده كل اللي نفسك فيه تحت امرك. عايز بنات؟ موجود. عايز اي حاجة؟ موجود. الفكرة كلها ان هم كانوا بيتصوروا في المكان ده، لكنهم ما كانوش عارفين ان هم بيتصوروا. فضل الوضع كده لغاية سنة 2008 لما اتقبض على جيفري إبستون في القصر بتاعه في فلوريدا بعد بلاغ من احد البنات الضحايا اللي كان بيستغلهم جيفري إبستون ويتاجر بيهم مع اصحابه الاغنياء. ولكن بسبب قلة الادلة وعدم وجود دليل قاطع على انه بيعمل حاجة زي دي اخد حكم مخفف، تقريبا اتحبس 35 يوم او حاجة زي كده، وخرج بعدها جيفري إبستون وفضل مكمل في اللي هو فيه. بعدها بدأ يظهر ضحايا أكتر وأكتر، وبنات تطلع تتكلم، وبقى عندهم الجرأة إن هم يتكلموا عن اللي كان بيحصل لهم في الجزيرة أو في القصور بتاعة جيفري. وسنة 2019 اتقبض على جيفري إبستون، بس المرة دي الأدلة كانت قوية، وشهادات الضحايا والشهود كانت قوية جدا، كانت كفيلة إن هي تجيب له مؤبد من غير أي مجهود. ولكن سبحان الله يا مؤمن، سبحان الله، يخشوا عليه يوم 10 أغسطس في السجن في الزنزانة بتاعته يلاقوه ميت. وإيه ده؟ الكاميرات عطلانة؟ إيه ده؟ ده الحراس نايمين. مش عارف أنا إيه الفكرة، تقريبا المساجين بيستنوا الحراس يناموا والكاميرات تبوظ علشان ينتحروا في الزنزانة. هم ما بيعرفوش ينتحروا غير والكاميرات بايظة. وطبعا القضية اتأيدت على انها قضية انتحار عادية جدا، لان مفيش اي شهود على ان الراجل ده اتقتل. الفكرة كلها ان الناس كانت مستنية المحاكمة وعارفة ان الموضوع كبير وفي اسماء ومشاهير كتير جدا. وبعد موت جيفري إبستون بدأت تظهر كمية ملفات وفضايح لمشاهير كتير جدا، منهم بيل كلينتون رئيس أمريكا السابق، دونالد ترامب، ليوناردو دي كابريو، إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، والأخير ده بصراحة أنا مش عارف هو بيروح يعمل إيه، ستيفن هوكينج عالم الفيزياء المعروف. الفكرة بقى كلها هنا إن الناس قعدت تطلع أي صور وأي فيديوهات موجودة تربط ما بين الناس دي وجيفري إبستون. بقى أي حد ظهر مع جيفري إبستون متورط معاه، رغم إن مفيش أي دليل على أي حاجة حصلت
في الجزيرة غير الكلام اللي صدر من جيفري إبستون في التحقيقات بتاعته في 2019 اللي ما كملتش لأنه مات في الزنزانة. وبالتالي بقى أي حد عايز يقول أي حاجة ويطلع أي صورة يتكلم بها على أي موضوع مفيش مشكلة. دونالد ترامب كان شغال معاه وكان بيروح وكان في بنات قاصرات، مع إن مفيش دليل على حاجة زي دي. في صور لكنها مش دليل قاطع على إن الراجل ده كان بيعمل الحاجة دي. محدش من كل اللي جه اسمه في التحقيقات إن هو ليه علاقة بجيفري إبستون أنكر إن هو كان ليه علاقة بجيفري إبستون. كلهم قالوا إحنا كنا نعرف جيفري إبستون لأنه كان راجل مشهور جدا ومعروف وكل الناس تعرفه، بس مش معنى كده إن إحنا عملنا كده. مفيش غير اسمين بس هم اللي ظهروا في التحقيقات واتثبت عليهم جرائم حقيقية واتعاقبوا بسببها. الاسم الأول هي جيلين ماكسويل، ودي كانت المساعدة بتاعته. اتهموها ان هي كانت بتساعده يجيب البنات ويجندهم وتساعده على ترتيب الحفلات وان هو يقدر يتواصل مع رجال الأعمال والسياسيين ويشوف رغباتهم ايه ويلبيها لهم، وتبدأ تداري على أي مشكلة تحصل له. من الآخر هي اللي كانت بتلم وراه وهي اللي كانت بترتب له الليلة. ولكن الشخصية دي تم إثبات إن هي مذنبة واتحكم عليها 20 سنة سجن في الولايات المتحدة الأمريكية. الشخص الثاني هو الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث، لكن القضية زي ما تقدر تقول كده اتلمت واتنقلت من إن هي قضية جنائية لقضية مدنية، وقدر يدفع فلوس علشان يخرج من القضية دي وتمت التسوية واتقفلت القضية نهائيا. هتيجي تقول لفراجيلو طب يعني أمال إيه اللي إحنا عمالين نشوفه والحق الوثائق والحق الصور ده؟ مش عارف في حاجات مسربة ان في امير عربي مش عارف كان بيكلم دونالد ترامب وبيعرض عليه بنات، ده كان في مش عارف مين متصور. كلها حاجات مش حقيقية. لو دورت فعلا عن الحاجات اللي اصدرتها الاف بي اي 3.5 مليون وثيقة والفيديوهات والصور ما فيهمش حاجة تدين اي حد. محدش انكر ان الناس دي ليها علاقة بجيفري إبستون، هم ذات نفسهم ما انكروش نقطة زي دي، ولكن في النهاية ما فيش اي حاجة تثبت عليهم اي ادانة والا كانوا اتمسكوا. وبعدين احسبها معايا ببساطة كده، يعني دونالد ترامب هيبقى متورط وعارف ان هو عامل حاجة مع جيفري إبستون وهو اللي هيمضي على قرار الافراج عن الملفات بتاعة قضية جيفري إبستون؟ اكيد ده كلام مش منطقي، وترامب مش عيل صغير ولا بيلعب. في ناس بتربط اسم جيفري إبستون بالموساد وان هو كان عامل للموساد وبيستخدم الصور والفيديوهات والحاجات اللي هو كان بيعملها في حفلاته علشان يضغط على رجال الاعمال ويضغط على السياسيين علشان ينفذوا اوامر معينة او حاجات محددة بتطلب منهم. دي حاجة مش مستبعدة، ولكن في النهاية لو انا افرجت عن الحاجة اللي انا ماسكها عليك ما عادش معايا حاجة امسكها عليك وبالتالي ما اقدرش اطلب منك. الفكرة كلها ان هي تمثيلية ومسرحية، بنلهي علشان هنعمل حاجة تانية، بنضغط علشان طالبين من حد حاجة تانية من ورا الستارة. انت عمرك ما هتبقى عارف، لكن انت دلوقتي عمال تتفرج والرأي العام عمال يتحرك. الحقوا ده دونالد ترامب بيعمل، الحقوا ده الأمراء العرب بيعملوا، الحقوا مش عارف مين بيعمل ايه. لكن هل في حاجة حقيقية فعلا ممسوك على الناس دي؟ مفيش اي حاجة. ولو في حاجة مش هتظهر دلوقتي زي ما بقولك. ما ينفعش حاجة زي دي تظهر لان هو مش هيبقى معاه ورقة الضغط وورقة الضغط هتروح. يا ريت نبطل نجري ورا كل ترند بيظهر وقصة بتظهر ونفهم ان الموضوع فيه صورة كبيرة والموضوع ما بيبقاش زي ما احنا شايفينه من زاوية واحدة بس. يا رب اكون قدرت اوريك الصورة من الاخر. انا محمد فرج، سلام.